حديث رياضي خالص اصطبغت به المقاهي المصرية في الإمارات، والكل يعد الدقائق قبل المواجهة الودية بين الأهلي المصري وروما الإيطالي. احنا متحمسين جدا ومنتظرين الماتش بفارغ الصبر، برغم انه مباراة ودية بين الفرقتين. بس في حماس وحاسين انها زي ما يكون مباراة نهائي او على بطولة يعني. فرقتين كبار طبعا، الاهلي وروما، وجايين يلعبوا هنا في الامارات. فاحنا عايزين نشوف نجوم الاهلي ونجوم روما، وطبعا محمد صلاح بيلعب في روما وستيفانو كمان بيلعب في روما. فعايزين نشوف الاتنين مع الاهلي هيعملوا ايه ان شاء الله. والله احنا هنشجع الاتنين، بس انت عارف ان الاهلي احنا بنشجعه، احنا مستنيين الاهلي من زمان ومستنيين انه بيجي هنا. دي بتبقى احتفاليه، ان احنا انت عارف ان احنا بنبقى بعيد عن مصر الفتره دي، فبنستنى اي فريق مصري بيجي هنا، وبالذات الاهلي لان احنا منتمين جدا للاهلي وبنتحمس وبنشجع وكده. ان شاء الله بنتمنى الاهلي طبعا يفوز الماتش الجاي. ونتمنى نشوف ماتش كويس ما بين الفرقتين، والاهلي على خير ان شاء الله. هيبقى في شاشات كبيرة، هنحاول بقدر الإمكان السماعات نحسس كل الموجودين إن هو موجود في الاستاد. هيكون موجود أتوبيس هينقل كل المشجعين النادي الأهلي اللي حابين يحضروا المباراة في الاستاد. والله محمد صلاح كان مستواه السنة دي إن هو مرتفع جدا في روما، وكطبعا لاعب مصري احنا كلنا كمصريين نفتخر بيه ان هو يبقى بيمثلنا في ايطاليا، وعشان يعرفوا ان الشعب المصري شعب محترف وبيعرف في الكورة. الرقم واحد في مصر كرويا دون منازع، محمد صلاح يواجه المصريين وديا بعد موسم مبهر قضاه في روما. أنا شايف إن محمد صلاح عامل السنة دي أحسن موسم ليه في الفترة اللي احترف فيها في أوروبا. كمل الإنجاز بتاعه اللي عمله مع فيورنتينا السنة اللي فاتت. السنة دي حقق هداف الفريق في هداف فريق روما. أكتر من أسيست عامله، بيلعب أساسي على طول في المباريات. هو بصراحة واجهة مشرفة لينا كمصريين في أوروبا وكعرب. اللي عملوه السنة دي العرب في أوروبا شيء يذكر لهم يعني، وبيفتح الطريق لكل الناس السنة الجاية إن شاء الله يبقى في أكتر من حد هناك يرفع راسنا كعرب في أوروبا. مناسبة كروية لن تتكرر كثيرا، وأمل كبير بأن تفي المباراة بوعودها، خصوصا وأن التذاكر بيعت جميعها في غضون ساعات قليلة، وهو تأكيد جديد لمدى تأثير كرة القدم على عشاقها.